اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل فيديو اقتصادي وعلى قد الإيد. هنعمل الكفتة الاقتصادية، هنعمل سندوتشات للفطار أو للغداء أو للعشاء زي ما تحبي. المهم النهارده الأكلة بتاعتنا مش مكلفة خالص. يلا ندخل على الفيديو ونشوف كفتة النهارده اتعملت ازاي. بصي يا حبيبتي، النهارده المكونات بتاعة الكفتة الاقتصادية بتاعتنا اللي من غير لحمه ومن غير تكلفه عباره عن كوبايه من الرز مطحونه. تمام، طبعا بتغسليها وبتنشفيها كويس وبعدين بتطحنيها في الكبه بتاعتك. حطيت كام عود من الشبت والكزبره والبقدونس، وحطيت كمان بصلايه كده صغيره و3 فصوص من الثوم. معايا بقى بطاطسايه او 2 سلقتهم وبعدين هرستهم وحطيتهم في الكبه مع البصل والثوم والخضره وهرستها كويس جدا. هنجيب كمان بيضايه علشان خاطر نزود البروتين بتاعها والفايده بتاعتها وتبقى كفته مفيده جدا لنا ولاولادنا. حطيت البيضايه وضربتها مع البطاطس، وبعد كده ضفت كل المكونات بتاعتنا على الرز المطحون. تمام، حطيت كمان معلقه من البيكربوناتو علشان خاطر بس الكفته بتاعتنا تنفش كده وتبقى جميله. خدت كل المكونات دي حطيتها تاني في الكبه لحد لما تجانست كده مع بعضها وبقت بالشكل الجميل ده، وصبعتها زي ما انتم شايفين. باقي بقى ان احنا نسخن الزيت بتاعنا علشان خاطر نقلي الكفته الجميله دي. والله كفته جميله، تقدري بقى انك تحطيها في صلصه مش هتفك خالص. عملتها يعني بطريقه جميله وماسكه نفسها. لو لقيتيها ان هي مش ماسكه نفسها شويه ممكن تحط لها معلقه من البقسماط لو حبيتي، بس انا ما حطيتلهاش اي حاجه. هي دي المكونات بتاعتي اللي شفتيها قدامك، ما حطيتش حاجه زياده عنها. طبعا بتحطي البهارات بتاعتك كلها، ملح وفلفل وشطه وكمون، دي طبعا ده اكيد عمرنا ما هننساها. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا حمرتها وبقت باللون الذهبي الجميل ده. تقدري بقى تحطيها في صلصه زي ما تحبي، بس طبعا عشان دي كفته بطاطس فعملتها في السندوتشات، عجبت اولادي جدا. حطي بقى جنبها الخيار، قطعي خيار، قطعي بصل، قطعي طماطم، اي حاجه. شايفين منظرها جميله جدا وسخنه وحلوه قوي. والله اعمليها وان شاء الله هتعجبك، ومش هتعملي كفته غيرها تاني، مش هتحطي فيها لحمه اصلا. تمام، النهارده الفيديو بسيط وعلى قد الايد. يا رب الفيديو يكون عجبك واستفدتي منه. الكفته بتاعتنا النهارده اقتصاديه جدا وجميله ومستويه وحاجه حلوه قوي. جربيها ان شاء الله هتدعيلي. الاكله دي انا عملتها للغدا، عملت منها بقى لاولادي. يعني بصوا حطيتها كده في سندوتشات. العيش اللي انتوا شايفينه ده، العيش الابيض ده جميل قوي للسندوتشات. عملت لهم بقى السندوتشات بتاعتهم جنب كوبايه اللبن او كوبايه اللبن في الشاي زي ما تحبي. بصوا يعني قضت كده يوم والله جميله، اقتصاديه ولا كلفت معايا حاجه خالص. ما تكلفتش معايا حاجه، يعني انا لو حسبتلك فلوسها هتكون ولا حاجه بصراحه. طبعا احنا شعار القناه بتاعتنا على قد الايد. انا اي حاجه على قد الايد بحب ان انا اعملها معاكي وابسطها لك. مش لازم ان احنا بنغلف في اكلنا ونكلف اكلنا، لا، هو الاكل البسيط الشعبي اللي احنا بنعمله وهو ده اللي انا بقدمه، وهو ده اللي بيكون في بيتي. تمام يا حبايب قلبي، واي حاجه انا بعملها يا رب تعجبكم. لو عجبتكم ولو حد صغير من بناتي الحلوين اللي لسه بيتعلموا سنه اولى طبخ او في المطبخ يتعلموا اكلات امهاتنا، الاكلات بتاعتنا البسيطه الشعبيه. اتعلمي ازاي تفنني في اكلك، ازاي تقدميه بشكل جميل قوي، لان العين بتاكل قبل البق. يعني اتعلمي ازاي ان انت تقدمي الطبق بتاعك بشكل يلفت النظر ويكون جميل. شكرا لكم يا حبايب قلبي على المشاهدة، مع السلامة.